السلام الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير في امان الله، و100 الف مرحبا بكم في نهار جديد وفلوق جديد. اليوم الخوت واعر زوين، الشميشه خفيفه، وكاين الغايبين ما عرفش واش تقدروا تسمعوه بالصوت ولا لا. ها انتم شوفوها الشميشه، فين هي الشميشه؟ فين كاش الشميشه؟ ها هي الشميشه الخوت، شفتوها؟ هاد النهار الخوت صالح يدير شي فوط على ظهرك وتقصد البحر، نمشيو نشوفوا التيتيز ونتبحروا شويه. ساعة دوماج صبحت ناعس. البروغرام ديال اليوم الخوت غادي نمشيو لسوق نايف، هذا كيتعتبر اقدم واشهر وارخص واكبر سوق كاين هنا في الامارات والله اعلم في الخليج. نضربوا فيه شي طله ونشوفوا شنو كيبيعوا فيه. هذه هي الطريق اللي كنتمشى فيها الخوت، نمشي حتى التالي وندور على اليمين باش ندخل سوق نايف. كاينه هاد الطريق هذه سهله وقريبه، 5 دقائق نوصل سوق نايف. وانما خوتي انا اختاريت هاد الطريق هذه، واخا بعيده شويه تقريبا شي 20 دقيقه ديال المشي، من المنظر هنا زوين بزاف. اليمين ديالك كله جرادي حتى التالي حتى نوصلوا سوق نايف. وهنا على اليسار كاين واحد البحيره ما صالحاش للعومان. وكاينين هاد السفن هادو. شنو بغيت نقول لكم؟ هاد السفن هادو اللي كتشوفوهم كاملين راه ماشي ديال الصفر، هادو راهم ريستورات وكيخدموا هي بالليل حتى كتغيب الشمس. كيكون المنظر هنا بالليل زوين واعر بزاف. اجي نضرب بكم شي طله هنا بالليل. اللي عجبوني في هاد الجرادي هما دايرين لهم ماكينات ديال السبور، شفتوهم كيشجعوا بنادم على الرياضه. هذه حاجه زوينه، هذه الماكينه اللي كيخدموا بها الرجلين ياك هكا. هذه والله ما عرفت ديالاش، ودايرين حتى هذه الماكينه هذه. هاد الماكينات من طبيعه الحال ماشي بروفيسيونيل، وانما على الاقل الواحد كيجي يتحرك شويه. هاد الكات كات غادي تحنا دوز اخويا، الله يعاونك. هادو هما البخيرات اللي قلت لكم عليهم، ريستورات. شفتوا الطبال اللي فين كاينين الفوق؟ مي هادي ديال السلعه، هادي كتنقل السلعه. شوفوا تبارك الله على المنظر كي داير هنا. كنظن هاد الوقت هذا الغروب، شفتوا الشمس ما بقى لهاش وتغرب. خوتي ال20 دقيقه تقادات سالات وانا مازال ما وصلتش، عييت وقتلتني الشمس، بديت نعراق. شوف فين كنتمشى، مازال خصني نوصل حتى ديك الموبل الطويل شفتوه، ونتمشى واحد 2 كيلو عاد نوصل سوق نايف. والله حتى ندمت، هيك قبلت الطريق الاخرى احسن لي، مكلخ انا. هذه محطه ديال الطاكسي المائي، شفتوا هاد الفلوكات كيسميوهم العبارات، كيقطعوك من هنا ديك الجهه بدرهم واحد، درهم اماراتي. هاد البلاصه كيجيو لها بزاف ديال التوريست، عزيز عليهم يشوفوا هاد المنظر هذا. Where is my friend? That's my friend. Hi, sir. How are you? How are you? What do you Good. need, sir, today? You remember me, huh? Yeah. Good. Give me same what you give me last time. I like it. You forgot orange juice. Yeah. Bigger? Big one. Yeah. How much was that? The big one, 15. No, give me the 10. 10 dirhams. Yes. هذا صاحبي جيت عنده السيمانه اللي فاتت، شربت من عنده واحد الكاس العصير الليمون وعجبني، وجات عنده عاوتاني دابا. You're saying hi. Hi. How many you sold today? Sale? Yes. How many pieces? Maybe 100. 100 unit? Yeah, 100. 100 plus sale. 100 glass. Yeah. You rich today, huh? Today. باع 100 كاس هذا النهار الخوت، تبارك الله. لحقاش السياح ملي كيجيو لهنا كيجيو من العطش كيبغيو يشربوا الليمون. دونك 10 دراهم اماراتيه شحال شي $2 ولا 2 يورو، كاع الماكسيموم 3 ديال اليورو، كتجيهم رخيصه وزوين لذيذ. والله حتى لذيذ عجبني، ما فين كيصوبوا. One international item, right? International item. كاين هذا ديال الليمون طانغ، وكاين هذا ديال الرمان. كاين بزاف د الكافيتيريات تلقاوهم هنا. كاين هاد الكافيتيريا، كاين واحد لهيه، وكاين واحد الفوق. هذه كتعجبني حيت داير لها بحال الشكل ديال الباطو، شفتوا فيها منظر زوين. انا جعان صاحبونا. Hello, sir. Finish? Yeah. Thank you. Welcome, sir.
اتس اوكي. كنشربوا العصير ديالنا. يا سلام الجديد. واحد هذا المنظر هذا كيزيد يلداد. دابا صافي الخوت وصلنا لسوق نايف، غندخلو في واحد النفق هو هذا. هذيك هي البلاصه اللي كنت كنتمشى فيها الخوت. من هنا شريت العصير ودزت في هذا النفق، وهذه هي الدخله ديال سوق نايف. غنمشيو نقطعوا الطريق باش ندخلوا سوق نايف. واخيرا شوفوا الدنيا كي دايره هنا، شوفوا البشر لهيه، هادو كلهم حوانت. اي حاجه احتاجيتيها او كتقلب عليها غادي تلقاها هنا في سوق نايف بارخص ثمن، وانما خصك تكونش طاير. الا ما كنتيش طاير غادي يقلبوك. هنا المحلات ديال الحوايج، الكترونيات، ادوات منزليه، ديكور، اي حاجه قلبتي عليها. البلاصه اللي كنتمشى فيها الخوت سميتها بنياس. ساحه بنياس او بنياس سكوير معروفه بزاف حيت جات في الدخله ديال سوق نايف. حتى هي عامره بالمحلات ديال الالكترونيكس والمطاعم الهنديه والباكستانيه والروسيه. هذا البرج هذا اللي كتشوفوها الخوت، الفوق ديالو كاينه واحد الساحه او سطح دايرينها ريستورات، والمنظر كيكون فيه بالليل زوين حيت كتطل على سوق نايف كامله. ما عليناش من هذا الشيء حيت الوقت كيمشي والظلام غادي يطيح. خلينا نمشيو ندخلوا للسوق ونشوفوا شنو فيه. ديال الزنقه اللي دخلت منها شوفوها انتم كلشي محلات، فين ما مشيتي غادي تلقى الحوانت. الا درتي للزنقه على اليمين غتلقى الحوانت، ولا درتي على اليسار غتلقى الحوانت، ولا مشينا دخلنا حتى من هاد الزنيقه هادي غادي نلقاو الحوانت. ها انتم شفتوا محلات ديال البياس ديتاشي، المحلات الحوايج، الكترونيات، كلشي كاين هنا. اجي نقبطوا هاد الزنيقه هادي باش نخرجوا للشارع الكبير، حيت هنا لما كنتيش حافظ الطريق غادي تلف. شو هاد المحلات هادو كيبيعوا ديك سكوترز، بشكليطات، ولا كيعيطوا فيتيتيات. كاين هنا حتى المواطنات قد تلقاهم. يا شباب هاو يو. انا كندوي مع الكاميرا هو كيقول لي هاي ارباب، ما عرفتش واش كيدوي معايا ولا كيدوي مع واحد ثاني. دابا هاد السوق الخوت قاسمين وكل جهه كيبيعوا فيها حاجه. قلبت في الانترنت بغيت نعرف شحال فيه من قسم، وانما الخوت والله ما لقيت شي حاجه والو، عييت ما نقلب. المهم ما عليناش، خليني نقسمو لكم على حسب الخبره ديالي هنا في البلاد. نبداو بالقسم الاول كيبيعوا فيه الالكترونيات، اي حاجه كتخص بالتليفونات والالكترونيات، كيبلز، الاكسسوارات، اي حاجه بالالكترونيكس. القسم الثاني كيبيعوا فيه الحوايج، اي حاجه كتخص حتى هي بالحوايج، سواء سبرديلات، سراول، جواكط، العبايات، التوب، التفاصيل، اي حاجه في الحوايج. والقسم الثالث غادي نخصوه للزينه ديال الطوموبيلات، اي حاجه كتخص الاكسسوارات والزينه ديال الطوموبيلات، الروايح، ديك الجلد اللي كيغلفوا بها الكراسه، الكافر ديال الستيرينغ، اي حاجه كتخص بزينه الطوموبيلات. والقسم الرابع الادوات المنزليه والديكور، وكيكون فيه مستعمل وجديد. الو. ياس فيديو. والقسم الخامس كيبيعوا فيه الروايح والبخور. والقسم الخامس او ما عرفتش السادس، ما بقيتش عاقل الخوت، هو ديال الذهب، السوق كامل ديال الذهب. هذا القسم هذا كله مختص للحوايج، وهذا السيكتور هذا مختص كله بالتليفونات والالكترونيكس. ها انتم شوفوا هنا الالكترونيكس وهنا الحوايج. شوفوا تبارك الله هنا البشره الخوت، الدنيا عامره الخوت هنا. هادشي عاد انا ما جيتش في الويكاند، كجيت في الويكاند ما تلقاش منين دوز.
غنقطعوا الطريقه الخوت حيت الضو الخضر شعل. انا كنجي في الويكاند والله ما تلقى منين دوز، الزحام كيكون. هاي هادو المحلات ديال العبايات هنا، وهذا السيكتور هذا كله عامر غير بالالكترونيكس، غير الحوادث ديال الالكترونيكس. ولا بقينا ماشيين نيشان غادي نخرجوا في واحد السيكتور ثاني قبالته عامر غير بالمحلات ديال التليفونات. احنا غادي نمشيو له دابا من تماك غادي نخرجوا ليه اي حاجه كتخص بالالكترونيكس والاكسسوارات. هنا تبارك الله دايرين واحد الجامع زوين. شفتوا هذا هو السيكتور اللي كنت كنتمشى فيه عامر غير بالحوانت ديال الالكترونيكس، والخرجه غتخرجك لهذا السيكتور هذا كامل عامر غير بالمحلات ديال التليفونات. غنمشيو نقطعوا ليه من هنا وغنخرجوا فيه تماك. ها هو وصلنا ليه. شفتوا هذا محل ديال التليفونات، هذا محل ديال التليفونات، هذا محل ديال التليفونات، هذا محل ديال التليفونات. قال لك شوفوا السميه. هذا محل ديال التليفونات، هذا محل ديال التليفونات. انتم كله السيكتور محل ديال التليفونات. هذا محل صغير ديال الاكسسوارات نتاع التليفونات، وهذا السيكتور حتى هو كله حوايج. شوف اجي ندخلوا لهنا، هذه هي زنقه وكلها عامره حوادث. اوه شوفوا السلعه، هادو هما الاكسسوارات ديال الطوموبيل. شفتوا روايد ديك البامبرز. خوتي انا حاليا هي كنصور لكم السوق وشنو كيبيعوا فيه، ما بغيتش ندخل في لي ديتاي. الاثمنه الا بغيتي تعرفوا الاثمنه ديال شي حاجه نقدر نخصص فيديو بوحدو غير المحلات والاثمنه، سواء كان الكترونيات او الحوايج، حيت الا مشيت دخلت في هذه المسائل هادو ما غاديش يبقى لي الوقت. هانتم كما كتشوفوا الظلام غادي يبدا يطيح والقضيه غادي تصعب في التصوير. وانا حاليا باش نختصر الوقت غادي نمشي نقلب على السوق ديال الذهب فين جا، حيت هو اللي كيدور عليه الفيديو كامل. ولا بدا خصنا نمشيو نشوفوا السوق ديال الذهب كي داير وشنو فيه، وما كنعرفش بلاصتو فين جا، خصني نمشي نقلب عليه. غنسولو هادو. ماي فريند وير از ذا جولد سوق؟ back side of this. From there and I'll take a right. Thank you. شكرا باي. Picture? اوكي. دونك راني قريب ليها الخوت. وشوفوا هاد المحلات هادو هما ديال البايفانات والعطور العربيه. شوفوا هاد المبخره قداش. هادي خصك ليها 10 كيلو ديال العود. شفت التوريست كيجي بزاف لهنا. هادو العبايات والقناضر. هادي دايره بحال الجلابه المغربيه، الديكور فيها زوين. غنسولو عليها بشحال. How much is this, my friend? 100. 100 dirham. Yes. There is discount, no? Some piece you want? One piece? I'm looking now. Later on, I will come back. I'm just checking. 90 dirham. 90 dirham. Yes. Okay, thank you. Today upload this picture. Next week. Next. Next week. Yes. All right. Cheers. شو ديك المحل العبايات انا بغيت نسولو، قال لي 100 درهم. قلت له واش تنقص شويه؟ قال لك 90. دونك خصك تكون شطايري باش تنزل له ل 60 درهم. هذيك ما تخلصش فيها اكثر من 60 درهم. على هادشي قلت لكم الا بغيتوا شي فيديو تعرفوا فيه الاثمنه كتبوا لي في التعليق، وانا ان شاء الله ندير لكم شي فيديو خاص بالاثمنه، سواء ديال الحوايج والبارفانات والالكترونيات. ودابا وصلنا للسوق ديال الذهب، هو هذا. شفتوا هذيك هي الدخله ديال السوق ديال الذهب، هي هذه الدخله. شفتوا سوق الذهب بوابه جوج. خوتي حاليا انا دخلت للسوق ديال الذهب. شنقول لكم، ما بقيت فاهم والو. راه ما كيبيعوش خاتم ولا سلسله ولا، راه كيبيعوا اللبسه كامله ذهب. اجي نوريكم. شوفوا هذه لبسه كامله ديال الذهب. شوفوا هذا الخاتم هذا، واش هذا خاتم ولا تاج؟ رايكم هذا راه ذهب اصلي ماشي ديكور. انتم شوفوا. وشوفوا هذيك، هذه جلابه ديال الذهب ماشي سلسله ديال الذهب، وما كايناش وحده ولا جوج، شي 10 ولا 20 حبه اللي شفت. ها هي وحده اخرى.
شوفوا هذا كل شيء ذهب. اللي سولت قالوا لي ذهب ماشي ديكور. المراه او البنت باش تلبس هذا الذهب هذا خصها تمشي تريني في لاصال واحد العام، وانما هذا الشيء هما كيستعملوه في العراسات العربيه ديالهم. خوتي راني خرجت من السوق ديال الذهب، راسي بدا كيضرني، هذيك الشيء ماشي طبيعي. ما عرفتش واش بصح كاين اللي كيشري ديك الذهب ولا لا. المهم الخوت جينا للاختتام ديال هذا الفلوق، ما تنساوش اللايك والسبسكرايب. السلام عليكم.